يا مساء الفل على كل عشاق السينما والقصص اللي بتلعب في الدماغ. تخيل تبقى راجل ملياردير وعندك عيلة قد الكوكب وتلمهم عشان تحتفل بعيد ميلادك، وتاني يوم الصبح تلاقي نفسك متكل على الله ومقتول في سريرك. هات كوباية الشاي التمام وركز معايا عشان حكايتنا النهاردة فيها خبايا ومصايب ما يعلم بيها إلا ربنا. بطلنا النهاردة اسمه هارلان ثرومبي، راجل روائي عالمي بتاع روايات جريمة وفلوسه ما تتعدش، عنده قصر خيالي وعيلة كبيرة جدا متفرعة في كل حتة. النهاردة بقى يوم مش عادي في حياة هارلان، النهاردة عيد ميلاده ال85، وعشان المناسبة دي لم عيلته كلها تحت سقف واحد عشان يحتفلوا وتكون ليلة ما تتنسيش. لكن الفرحة ما كملتش، وتاني يوم الصبح قلبت بغم. مديرة منزل هارلان الموثوقة دخلت اوضته عشان تصحيه، بس اتصدمت صدمة عمرها لما لقيته جثة هامدة غرقان في دمه. طبعا خبر زي ده انتشر في لمح البصر كأنه نار في هشيم. عدى اسبوع بحاله على الحادثة الغامضة دي، وهنا بقى نتعرف على ممرضة هارلان الخاصة، شابة غلبانة اسمها مارثا. من ساعة ما هارلان مات ومارثا هتموت من القلق عشان كانت قريبة جدا من الراجل العجوز ده. بعدها بشوية والت ابن هارلان بيكلم مارثا في التليفون وبيقول لها لازم تيجي القصر فورا لأن البوليس جاي بكرة الصبح. الشرطة جاية تحقق مع العيلة كلها ومع أي حد بيشتغل في القصر ده. مارثا بتوافق وبتروح. تاني يوم زي ما والت قال بالظبط، وصل 2 محققين، واحد اسمه إليوت والتاني اسمه واجنر. بدأوا التحقيق واستدعوا ليندا بنت هارلان الكبيرة. ليندا قعدت معاهم وكانت هادية جدا وواثقة من نفسها وبتجاوب على كل الأسئلة. بس كان في محقق خاص قاعد معاهم اسمه بنوا بلانك. بلانك ده كان بيستغل الفرصة ويسأل أسئلته الخاصة واحد ورا التاني. بعد ما خلصوا مع ليندا جه الدور على جوزها، راجل اسمه ريتشارد. بدأوا يحققوا معاه ويسألوه أسئلة كتير جدا. بعدها ندهوا على واحدة اسمها جوني عشان يحققوا معاها. جوني دي تبقى أرملة ابن هارلان اللي مات من زمان. الشرطة قعدت تسألها وتطول معاها في الكلام، وبعد جوني ندهوا على بنتها ميج. ميج دي بنت صغيرة بس برضه ما سابوهاش في حالها وسألوها أسئلة بالكوم. وفي الآخر ندهوا على والت وسألوه عن كل تفصيل حصلت. كل الشخصيات المهمة دي اتحقق معاهم على مرتين. المرة الأولى المحقق إليوت هو اللي كان بيسأل، بس في الجولة التانية من التحقيقات المحقق بلانك هو اللي استلمهم. كان بيسحب منهم الكلام ببرود ومزاج عشان يفهم كل حاجة. إليوت كان مقتنع 100% إن هارلان انتحر، بس بلانك ما كانش مصدق الكلام ده ولا اللحظة. بلانك قال لهم إن موت هارلان حصل في نفس ليلة عيد الميلاد، وإنه شاكك إن حد من العيلة هو اللي قتله، أو على الأقل يعرف كل حاجة عن موته. بلانك بدأ ينبش في علاقات العيلة دي ببعضها، واكتشف بسرعة إن علاقة هارلان بأغلب عيلته كانت زي الزفت. هنا بلانك قرر يقعد قعدة طويلة مع مارثا ويفصص معاها الأحداث. وفي وسط الكلام مارثا فجرت مفاجأة عن ريتشارد. قالت إن في نفس يوم موت هارلان حصلت خناقة كبيرة بين هارلان وريتشارد في المكتب. السبب إن هارلان اكتشف إن ريتشارد بيخون بنته ومعاه فيديو يثبت ده. هارلان كان دمه بيغلي عشان جوز بنته بيلعب بديله، والخناقة دي طالت جدا وصوتهم جاب آخر القصر. وهي بتحكي لبلانك الكلام ده فجأة بطنها قلبت ورجعت عشان مارثا عندها حالة غريبة إنها لما بتكذب جسمها بيرفض الكذب وبترجع فورا. بالمعلومة الجديدة دي اسم ريتشارد نط الأول القايمة وبقى المشتبه به رقم 1 في القضية. لكن بسرعة ظهر اسم جوني كمشتبه به تاني. السبب إن جوني كانت بتسرق فلوس بالهبل من هارلان وهو لسه كشفها قريب، وعشان كده هارلان قطع عنها المية والنور عشان ما تعرفش تسرقه تاني. طبعا جوني كانت هتتجنن من الغيظ، ولما بلانك شاف الدافع ده خلاها المشتبه به رقم 2. الاسم الثالث اللي ظهر في الصورة كان والت، عشان هو كمان دخل في خناقة طاحنة مع أبوه. هارلان كان غضبان لدرجة إنه شال اسم والت من الشركة النشر بتاعة العيلة، وبكده حطه في خانة المشتبه به رقم 3. أما المشتبه به الرابع فكان رانسم ابن ليندا، وفي ليلة موت هارلان رانسم اتخانق معاه خناقة سد السما. بلانك شاكك فيه لأن تصرفات رانسم وشكله كده مش مريحين خالص. بلانك قعد مع إليوت وسمعوا كل التسجيلات بتاعة الناس اللي حققوا معاهم، راجعوا كل الأقوال وبدأوا يربطوا خيوط الحكاية ببعض عشان يعرفوا مين بيكذب ومين بيقول الحقيقة وإيه خططهم السودة. وبدأ بلانك يسترجع أحداث الليلة المشعومة دي. أول ما الحفلة خلصت مارثا خدت هارلان وطلعت بيه أوضته. في الوقت ده جوني كانت بتعمل تأمل وسمعت صوت حاجة هبتت في الأرض. راحت لأوضة هارلان عشان تطمن عليه. هارلان فتح الباب وقال لها إن كله تمام وإن ده مجرد لوح اللعب بتاعه وقع على الأرض. جوني سمعت الكلمتين ورجعت أوضتها. بعد كده بنشوف ليندا وريتشارد. ريتشارد كان نايم على روحه، بس ليندا ما كانش جاي لها نوم، وفي نص الليل لمحوا مارثا. وفي نفس الوقت
والت كان بيشرب سيجارة بره مع ابنه جايكوب، وشاف خيال نازل على السلم افتكره هارلان، زعق له وقال له ما تنزلش في نص الليل، والخيال رجع تاني على الأوضة. أنا عارف إنك مذهول باللي بيحصل ودماغك لفت من كم الأسرار دي، بس عشان الذهول ده يكمل وتعرف مين اللي ورا المصيبة دي، انزل ارزع اللايك المتين واشترك في القناة عشان تبقى واحد من عيلتنا. نرجع بقى للحكاية اللي بتولع دي. بعد ما بلانك سمع كل الحكايات دي غرق في التفكير وركز مع كل المشتبه بيهم. سأل عن رانسم وإليوت، قال له إن رانسم ساب الحفلة بعد خناقته مع هارلين وما كانش في البيت في نص الليل. بلانك حس إن في حلقة مفقودة في القصة، لأن بالمنظر ده محدش فيهم هو القاتل، وقرر إن بنت واحدة بس هي اللي هتوصلهم للحقيقة، وهي مارثا. المحققين قعدوا مع مارثا تاني، والمرة دي مارثا فتحت قلبها وقالت تفاصيل أكتر. قالت إنها لما راحت أوضته الليلة دي كانت بتديله أدويته بس، وهي بتجهز الدواء إزازتين وقعوا منها، وبعد ما ادته الحقنة اكتشفت الكارثة إنها ادته جرعة زيادة بالغلط. قالت له لازم نطلع على المستشفى فورا، بس هارلين قال لها إنه كده كده ميت. كان عارف إنهم لو راحوا المستشفى مارثا هتدخل في دوامة قانونية وتتسجن، بس مارثا ما رضيتش وقالت له مش هقف اتفرج عليك وما يهمهاش اللي هيحصل لها، ولو ما راحش المستشفى هتنادي حد من تحت. بس هارلين منعها تعمل كده، ومن كتر الرعب حاولت تخرج من الأوضة، وهي بتخرج رجلها خبطت في رجل هارلين ووقعت على الأرض بهبدة جامدة، وهو ده الصوت اللي جوني سمعته. وبعد ما هارلين كدب على جوني وقال لها إن ده لوح اللعب، مارثا رجعت تترعب تاني. هارلين شافها كده وبدأ يفهمها خطته. قال لها أنا عارف إن أمك مهاجرة ومعهاش ورق رسمي، ولو حصل أي مشكلة هنا عيلتك كلها هتتدمر، وأنا مش عايز ده يحصل، وعشان كده اسمعي اللي هقولك عليه. طلب منها تنزل وتخرج من البيت قدام الكل، وبعدين ترجع بالعربية في نص الليل وتركنها في حتة الكاميرات مش جايباها، وتطلع من الباب الخلفي. مارثا نفذت كلامه بالحرف، طلعت على السلم الخشب اللي على الحيطة، بس درجة اتكسرت وهي طالعة. وصلت أوضة هارلين ولبست هدومه وبدأت تنزل على السلم. هنا والت شافها وقال لها ترجع، ومن المشهد ده نفهم إن والت ما شافش هارلين، ده شاف مارثا وهي متنكرة. بعدها مارثا غيرت الهدوم وبدأت تنزل السلم تاني، بس وهي نازلة شافت أكبر ست في العيلة، جدتهم العجوزة. مارثا اترعبت، بس العجوزة فتحت بقها وقالت اسم رانسم لأنها افتكرتها هو. مارثا استوعبت الموقف ورجعت تاني. مارثا حكت القصة دي كلها لبلانك وإليوت، بس خبت أهم حتة بتاعة الدواء عشان ما تدخلش في دايرة الاتهام. بلانك بعد ما سمع الكلام ده طلب من مارثا تساعده في التحقيق. قال لها أنا محتاج أجمع أدلة كتير، والأدلة دي مختفية، كاميرات المراقبة هنا ممسوحة وحاجات تانية كتير ناقصة، ولازم ألاقي الحاجات دي، ومحتاج مساعدتك لأنك حافظة المكان صم. مارثا وافقت لأنها في سرها عايزة تدمر أي دليل ممكن يجيب اسمها في القضية، ولو فضلت معاه هتعرف تعمل ده. في الوقت ده محامي هارلين وصل القصر عشان يقرأ الوصية، وهنا جايكوب فضح الدنيا وقال إنه كان في الحمام وسمع هارلين ورانسم بيتخانقوا، وأول ما هارلين جاب سيرة الوصية رانسم فضل يزعق ويهدده. الناس كلها اتصدمت وسألوا رانسم إيه الحكاية، بس هو بدأ يقل أدبه عليهم. بره البيت كلب هارلين جاب لبلانك حتة الخشب المكسورة من السلم اللي مارثا رمتها. بلانك اتصدم لما شاف الحتة دي وجري بيها على جوه. المحامي بدأ يقرأ الوصية حرف حرف، وبعد ما خلص الكل جاله صدمة عصبية لأن هارلين كتب كل ثروته باسم مارثا. أول ما سمعوا اسم مارثا الدم غلي في عروقهم، لأنها بالنسبة لهم مجرد خدامة. لحد اللحظة دي كانوا بيعاملوها كويس جدا، بس أول ما عرفوا بالوصية كشروا عن أنيابهم وهجموا عليها، شتموها وقالوا عليها ساحرة وإنها ضحكت على أبوهم. مارثا حاولت تهرب وتخرج، بس كل واحد فيهم كان بيحاصرها ويغصبها ترجع الفلوس. وهنا ظهر رانسم بعربيته وركب مارثا معاه وطار بيها من المكان. راحوا قعدوا في مطعم صغير. رانسم عارف إن مارثا لما بتكذب بترجع، فبدأ يجرجها في الكلام ويوهمها إنه شاكك إنها تعرف حاجة عن موت هارلين. خوفها بالكلام ده وعمل معاها اتفاق، لو مارثا عايزة تطلع منها لازم تتنازل لرانسم عن الثروة، لأن رانسم عرف كل اللي حصل. مارثا رجعت بيتها، بس عيلة ثرومبي كلها متمركز لها وبيخططوا إزاي يشفطوا منها الفلوس. فضلوا يتصلوا بيها واحد ورا التاني ويقرفوها في عيشتها. الخبر نزل على التلفزيون والعالم كله عرف إن مارثا ورثت الثروة. قنوات الأخبار كلها سدت الشارع قدام بيت مارثا، وهي اترعبت من المنظر. خافت حد من الصحفيين يجيب سيرة أمها. حاولت تهرب من الباب الخلفي عشان تخلع من الميديا، بس والت طلع لها وبدأ يهددها. قال لها لو ما رجعتيش الفلوس هبلغ البوليس إن أمك مهاجرة وأمك هتتسجن. الكلام ده رعب مارثا جدا. بعدها مارثا بتفتح صندوق البوسطة، بتلاقي تقرير السموم بتاع هارلين جواه. خدته وجريت على رانسم لأنه أكتر واحد فاهم. قالت له أنا مش فاهمة مين باعت التقرير ده ومين عايز يخوفني،
وأنا حاسة إن في حد عارف إيه اللي حصل الليلة. رانسم قال لها ما تخافيش، إحنا هنروح المعمل اللي طلع التقرير ده. بس أول ما وصلوا لقوا إن في حد ولع في المعمل كله. هنا رسالة بتوصل على تليفون مارثا بعنوان، وقبل ما ينطقوا بلانك لمحهم والاتنين طلعوا يجروا وبلانك وراهم. بعد مطاردة طويلة البوليس وقف العربية وقبضوا على رانسم. بلانك قال لمارثا أنا اتكلمت مع جدة رانسم وقالت لي إنها شافته نازل على السلم بالليل، والمعلومة دي كافية جدا إننا نقبض عليه. رانسم كان المفروض يوصل مارثا بيتها، بس مارثا وقفت في السكة وراحت على العنوان اللي المبتز بعته لها. أول ما دخلت لقت خدامة تانية من البيت اسمها فران مربوطة. الست دي قالت لها إنها كانت ماسكة تقرير السموم، بس في حد سمها وبتموت. مارثا حاولت تنقذها بس للأسف ماتت في الآخر. مارثا انهارت من الزعل على موتها، وعشان كده راحت لبلانك وحكت له القصة كلها، وقالت له إنها هتقول للعيلة ومش هتخبي حاجة تاني. راحت القصر وهي مصممة تعترف، بس قبل ما تتكلم ادت تقرير السموم الكامل لبلانك. بلانك بدأ يقرأ التقرير ومارثا رايحة تعترف قدام العيلة كلها، بس قبل ما تنطق بلانك دخل ووقفها وقال أنا اكتشفت حاجة تانية خالص، وبدأ يحكي الحكاية. قال إن كمية المورفين اللي في التقرير بتأكد إن في حد حطه من بره وهو رانسم. لما اتخانق مع هارلين عمل حوار قدام العيلة وساب البيت، بس بعد ما خرج ركن عربيته ورجع لأوضة هارلين من الباب الخلفي وبدل الأدوية اللي مارثا كانت هتديها له عشان هارلين يموت واللبس يجي في مارثا. وهنا بلانك بيفاجئ مارثا ويقول لها انت اديتيه الجرعة الصح، ما بدلتيش الدواء رانسم هو اللي كان مبدله. واول ما قال كده شال الورقة اللي رانسم مغيرها، عشان كده مارثا بريئة. وبعدين بلانك قال لهم إن محدش كان يعرف مين اللي أجرني، بس رانسم هو اللي عملها، ولأنه شاف في الجرايد إن الناس مقتنعة إن هارلين انتحر أجرني عشان أوقع مارثا. ولما العيلة كلها كانت في جنازة هارلين رانسم رجع الأوضة عشان يرجع الأدوية زي ما كانت، بس في الوقت ده الخدامة فران لمحته وفهمت إنه ورا المصيبة، فبعتت له التقرير عشان تبتزه. بس رانسم عرف إن مارثا فاكرة نفسها هي اللي قتلت هارلين، فحول التقرير لمارثا وراح لفران وادها جرعة مورفين مميتة وربطها في كرسي عشان على بال ما مارثا توصل لها تكون ماتت. وقبلها كان راح ولع في المعمل كله، وما كانش يعرف إن مارثا معاها نسخة تانية من التقرير، وكان عايز يلبسها التهمة من كل النواحي. بلانك قال لرانسم كل ده، بس رانسم فضل يضحك ببرود. هو عارف إن الكل عارف الحقيقة، بس قال لهم محدش هيقدر يثبت عليا حاجة. هنا تليفون مارثا بيرن من المستشفى وبتعرف إن الخدامة اللي كانت بتموت عاشت. مارثا طارت من الفرحة لأنها لو عاشت هتشهد على رانسم. أول ما رانسم سمع الخبر ده اتجنن وفقد أعصابه وبدأ يعترف بكل جرايمه قدام الكل، وقال لهم ليه عمل كده وشتم كل واحد في العيلة وكان عايز ينتقم منهم. وبعد ما خلص كلامه راح لمارثا وقال لها برضه محدش هيقدر ينقذك وهتتسجني. أول ما مارثا سمعت الكلام ده رجعت على وش رانسم فورا، وهنا رانسم عرف إن مارثا كانت بتكذب عليه، ومعنى كده إن الخدامة ماتت فعلا. مارثا كذبت عليهم لما قالت إن المستشفى بلغتها إن فران لسه عايشة، وفي لحظة الفرحة دي رانسم اعترف بكل بلاويه والبوليس كان بيسجل كل كلمة، وبكده بقت كل الأدلة ضد رانسم. رانسم أول ما شاف المنظر ده اتجنن وسحب سكينة وهاجم على مارثا عشان يقتلها، بس اكتشف إنها سكينة لعبة. وبكده البوليس لزق له تهمة تانية وهي الشروع في القتل وخدوه في البوكس. العيلة كلها كانت مذهولة من اللي بيحصل. مارثا سألت بلانك انت عرفت من امتى اني عارفة حاجة؟ بلانك قال لها من اول يوم لما بصيت على جزمتك لقيت عليها نقط دم، ساعتها فهمت انك مخبية حاجة بس كنت متأكد انك مش القاتلة. وبعدها بلانك مشي. ليندا دخلت أوضة هارلين ولقت رسالة أبوها اللي بيفضح فيها خيانة ريتشارد، وليندا خرجت والبوليس خد رانسم ومشي. وهنا العيلة كلها بتشوف مارثا واقفة في البلكونة، ومن طريقة وقفتها الكل عرف إن مارثا بقت صاحبة البيت وإنهم كلهم بقوا في الشارع. وهنا بتخلص الحكاية والفيلم بينتهي. إيه رأيكم بقى في اللفة دي كلها، والفيلم ده يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هستنى رأيكم في التعليقات تقولوا لي مين أكتر شخصية رفعت ضغطكم، وما تنسوش لو الحكاية عجبتكم ترزعوا اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في حكاية جديدة يا أجدع ناس. سلام.